السلام عليكم ومرحبا بالجميع، وتكملة مع سلسلة لمجة الأطفال أو الوصفات الخاصة بفطور الصباح وقهوة العصر مع بداية الدخول المدرسي. وأكيد مع كل الوصفات اللي شاركتكم من قبل لازم ما ننساش هذه الوصفة، وصفة الكوكيز. حبيت نشاركها معكم بأبسط طريقة. الكوكيز محبوب الأطفال بمكونات سهلة واقتصادية، وانتي فرحتي وليداتك. كوكيز مقرمش من برا وطري من داخل، معمر شوكولا، والبنة حية وخلاص، بنين بنين ياسر ياسر. ما عندي ما نقولكم عليه. هذه الوصفة من تشوفيها من لازم تروحي تحضريها، سهلة وبسيطة. وحاولت اني نبسط لكم هذه الوصفة، وهذه الوصفة خاصة للمبتدئات. كما راكم تشوفوا قسمت معاكم هذه الحبة وتشوفوا الهشاشة والطراوة. نمر مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير، وقبلها صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. كما راكم تشوفوا هنا نصف علبة تاع مارغرين طرية اللي هي 125 غرام. جيبي هذيك العلبة تاع 250 غرام اقسميها على النص. الكاس تاع 220 مليلتر اللي هو الكاس تاع ام وليد، ديري النصف تاعو سكر عادي بالضبط بالميزان، 75 غرام سكر عادي. انا حبيت نبسط لكم هذه الوصفه ودرتها لكم مش بالسكر البني، ودرتها لكم بالمارغرين. كما تعرفوا الوصفه الاصليه للكوكيز، اذا حبيتوا نشاركها معكم في فيديو خاص تخدميها لازم بالزبده مش بالمارغرين، وثاني بالسكر البني، وعندها مقادير اخرى. هذه الوصفه سهله وبسيطه، والبنه تاعها ثاني تجي بنينه. درت هذيك الرشه تاع الملح، ودرت ملعقه صغيره من الفانيليا مع بيضه وصفار بيضه. ركزوا مليح مع المقادير. درت 125 غرام من المارغرين الطريه مع نصف كاس سكر اللي هي 75 غرام، رشه تاع ملح، فانيليا، بيضه وصفار بيضه. وكما راكم تشوفوا بديت نحرك فيها مليح، ونحك في هذاك السكر مليح مع الزبده، ونحاول اني ندخله مليح مع الزبده. كما راكم تشوفوا هنايا أضفت ملعقتين من العسل. هذا المكون ضروري هنا لأن ما استعملناش السكر البني، هذا يعتبر كبديل للسكر البني. ندير السكر العادي وندير معهم 2 ملاعق من العسل كما راكم تشوفوا، ونكمل. وهنا باه ما يجيش الفيديو طويل، راني ديت الوقت وانا نحرك فيها مليح حتى نتحصل على هذا القوام. بعدها نبدا نضيف في نصف كاس من الزيت تدريجيا، نبدا نحرك مليح ونضيف هذاك الزيت تدريجيا، بالضبط 100 مليلتر من الزيت. المقادير راها مضبوطه بالكاس وبالمليلتر وبالغرام. والله ما كانش وصفه تفرح اطفالنا كما هذه الوصفه، على قداش ما نخدموا لهم قاطو، بصح تبقى هذه الوصفه تاع الكوكيز هي محبوبه الاطفال، واكيد اكيد يحبوا يشاركوا فيه، خصوصا في المرحله الاخيره. كما راكم تشوفوا كي نكمل الكميه تاع الزيت، شوفوا القوام هذا يبدا يثقال. بعدها رايحه نضيف نصف كاس من النشاء اللي هي المايزينا. واذا وصلتي معايا هذه المرحله من الفيديو، متنسينيش يا غاليتي بالجام ليصل هذا المحتوى الى اكبر عدد من المتابعين. واذا كنتي اول مره تشوفي قناتي، يسعدني ويشرفني انضمامك الى عائله لمسات حلوجيه نيليه بالضغط على الجرس ليصلك كل جديد. كما راكم شفتوا هنا اضفت الكاس الاول تاع الفرينه، بعدها أضفت 5 غرام من الخميرة الكيميائية اللي هي بالضبط نصف هذيك الساشي. هذيك الساشي فيها 10 غرام من الخميرة الكيميائية، درت نصها. وأكيد قبل ما نكيل الفرينة راني مغربلتها من قبل. بعدها أضفت الكاس الثاني تاع الفرينة. كما شفتوا الفرينة راها ممسوحة، الكاس ممسوح ماهوش بومبي. وكما راكم تلاحظوا هنايا كي بديت نضيف في الفرينة بديت نضيف فيها تدريجيا ونحرك بأطراف الأصابع كما راكم تشوفوا. في هذا الأثناء جبت شوكولا، قطعتها واحد 100 غرام من الشوكولا، قطعتها هيك عشوائيا وضفتها بالضبط واحد 2 ملاعق بعد ما تقطعيها. وزدت هنا أضفت لها الشوكولا تاع الحبيبات. كما راكم تشوفوا هنا كملت الكاس الثالث، وزدت واحد الملعقة كبيرة معمرة مليح من الحبيبات تاع الشوكولا.
أنا تعجبني إني لما نضيف الخليط بين الشوكولا وحبيبات الشوكولا. هذيك الشوكولا نقطعها بشكل عشوائي، زيد تعطيها واحد القوام، وهذاك الفتفات تاع الشوكولا اللي يولي رقيق ياسر ياسر يزيد يعطي لها مع العسل يعطي اللون للعجينة. نظنكم فهمتوا الفكرة. بعدها هنا جبت الكاس الرابع وبديت نضيف فيه تدريجيا. شوفوا هنا لازم تولوا حذرين في هذه المرحلة، لأنه هنا تتوقف كمية الفرينة على حساب امتصاص الفرينة للسوائل وعلى حساب حجم البيض. انتي ممكن تكتفي فقط ب3 كيسان فرينة. ديما نقعدو نتاسو بالايد هذيك اللي تولي ناشفة ونشوف القوام تاع العجينة. وكما راكم تشوفوا هنا هذا هو القوام المطلوب بالضبط. تجي عجينة طرية وما تجيش تتلاصق في اليد. كما راكم تشوفوا قربت لكم هنا العجينة. وهذا وش بقالي من الكاس الرابع بالضبط. هنا ديت لي ثلث الكاس وتقريبا 400 إلى 450 غرام فرينة. العجينة مباشرة مش راح نخليها تريح، نبدأ نشكل فيه. وفي هذا الأثناء أكيد راني مشعلة الفرن على 170 إلى 180 درجة. هنا إذا حبيتي توزنيهم أوزنيهم من 35 36 غرام. أنا هنايا بديت نكور فيهم هاك. هناك ربعتهم هاك بشكل عشوائي فقط. كما راكم تشوفوا جبت الصينية تاع الفرن، فرشت ورق تاع الزبدة. بعدها بعد ما نستفهم هاك ونحطهم في الصينية نبدأ ندير في ديك الحبيبات تاع الشوكولا. وانا هذه العملية هنا خليتها لوليداتي كملوا هذيك انا هنا للأمانة وزنتهم 35 غرام وهما كملوا العملية. كما راكم تشوفوا دار لهم الحبيبات تاع الشوكولا وقطعت لي تقريبا 30 حبة بوزن 35 غرام للحبة. كما راكم تشوفوا ودرتهم يطيبوا. بعد ما طابوا داو لي واحد تقريبا واحد الربع ساعة، مش راح يدولك مدة طويلة في الطياب. شعلت لهم من فوق النار وداو واحد اللون ذهبي كما راكم تشوفوا. بعدها خرجتهم مباشرة من الفرن وكملت الصينية الثانية. وكما راكم تشوفوا أسهل من هذه الوصفة ما كانش. كما راح تشوفوا ما جاو يبردوا حتى نطاروا بهم كامل، وفعلا ما قعدوش حتى اليوم الثاني. كما قلت لكم قطعت لي 30 حبة وهذه هي الكمية كامل كما راكم تشوفوا. وفعلا تتحصلي على كوكيز ولا أروع، يجي مقرمش من برا طري ومعمر شوكولا وبنتو بنة. إن شاء الله وصفة اليوم تولي نالت إعجابكم وتجربوها لوليداتكم وتنجحوا فيها. وفعلا هذه أحسن وصفة كوكيز جربتها، تجي بنينة بنينة ياسر ياسر. وتحية وسلام للجميع.